هاي ستوري تايم عن لما جبت خنزير هندي على البيت بدون ما امي تدرى. شوفوا احنا 6 اخوات، ومن هدول ال6 اكيد الا ما وحده تطلع كتير عنيده، انا. شوفوا من انا وصغيره كان حلمي انه اربي بسه صغيره بالبيت، بس امي عندها فوبيا من البسس، وكمان يعني بتقرف من كل الحيوانات. بس انا كالعاده ما بقدر اترك شيء بنفسي، فبس كنت عمري 14، يعني مش من زمان، من 8 سنين، طلعت لي دعاية على النت انه في وحده بدها تبيع تبع الخنزير الهندي. فانا ندى الكتكوتة جمعت كل مصرياتي عشان اجيبه، بس ما كفوا، فاكيد شاركت الفكره مع اختي ساره وجمعنا مصرياتنا ورحنا جبنا الخنزير الهندي. وين خبيناه من امي يا ترى؟ وقتها كانت صيف فخبيناه بالبلكون، بس الصيفيه بتخلص بسرعه بسويد فاضطرينا نفوته على البيت. وين خبيناه تحت التخت. وهون بلشت امي تسمع صوت، ضلت تسال حالها شو هذا الصوت الغريب يا ترى، الا ما مره فاتت على الغرفه وشفتني مسكيته بحضني. هون جنونة، بس أنا ما بستسلم وعدت إنه رح أعتني فيه وما رح أطلعه برات أوضتي. فهي خلص اقتنعت. بس تاني يوم رجعت من المدرسة ما لقيته. طلعت امي حكي لابوي، فاتفقوا هن الاثنين انه ياخذوا الخنزير الهندي ويكبوه برا البيت. وهون كنت اول مره بحياتي بنهار. طلعت انا واختي وقعدنا ندور عليه برا بالساعات بس ما لقيناه، وبعدني لليوم بشتاق له وكتير بحب الحيوانات. طالعه بيكنيك مع رفقاتي. احكوا لي انتوا شو رح تساووا اليوم؟ باي.